اللهم صل على سيدنا محمد. الكيكة اللي اتشهرت بيها في عيلتي بمكون ما يخطرش على بالك. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا، مش هتاخد معانا وقت خالص، وهتبقى بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. احلى واجمل واسهل كيك ممكن تعمليها. يلا نسمي الله ونشوف الطريقة مع بعض. عندي هنا في البداية أربعة بيض، بس لازم يكونوا بدرجة حرارة الغرفة علشان يدوكي نتيجة كويسة. حطيت عليهم نص معلقة من الفانيليا، وهبتدي أضرب بالشكل ده لغاية ما الخليط بتاعنا يبقى فاتح وهش بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. وكمان هنحط رشة من الملح، ده بيدي نتيجة حلوة برضو. وهنضيف كمان السكر. عندي هنا كوبايتين من السكر. وبرضو من اسرار الكيك الناجح ان احنا نضرب السكر والبيض لغاية ما يبقى معانا خليط هش وناعم ولونه فاتح. ده بيخلي الكيك بتاعنا طري وجميل جدا، وبيخليه مرتفع وجميل. هضربهم زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده هنبتدي نحط باقي المكونات بتاعتنا. عندي هنا كوباية الا ربع سمنة على زيت. ممكن حضراتكم تحطوا زيت بس، برضو هيديكم نتيجة جميلة جدا. هنضرب زي ما حضراتكم شايفين، وبعدين هضيف كوباية من اللبن. ده لبن دافي عادي، مش لازم يكون سخن او حاجة. وبعدين هنجيب بقى الدقيق. ده عبارة عن كوبايتين من الدقيق عليهم نص كوباية من النشا. كوبايتين من الدقيق ونص كوباية من النشا. النشا ده مكون بيخلي الكيك بتاعنا حلو جدا، بيخلي نتيجة الكيك هشة وجميلة جدا. حطيت كمان كيس من الكيك شيف. ممكن تحطي كيس من البيكنج باودر، بس كيك شيف بيدي نتيجة افضل. هبتدي بقى في المرحلة دي هنشيل المضرب ونبتدي نقلب بايدنا كده لغاية ما الخليط بتاعنا يبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وهنيجي بقى نحط المكون او السر بتاعنا اللي هو الليمون. نص ليمونة كده هتدي الكيك بتاعتنا، هتديها طراوة وهتخليها فاتحة من جوه، وهتخليها جميلة جدا. المكون ده بيخلي الكيك بتاعتنا خطيرة. وكمان معلقة من الخل والليمون. بصوا، خلى الخليط بتاعنا فتح، وريحته هتبقى حلوة جدا وناجح معانا جدا. هقلب كده بالراحة خالص، واثناء ما انا بعمل مع حضراتكم الكيك هكون مشغلة الفرن بتاعتي على 180 درجة. هنجيب بقى هنا نقسم الخليط بتاعنا كده على، يعني هنقسمه على قد بعض كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. هنقسمه على نصين بالشكل ده، وهجيب معلقتين كبار من الكاكاو الخام، وعليهم كمان حوالي معلقتين من اللبن. وهبتدي اقلب بالشكل ده. لازم نحط معلقتين من اللبن او المية علشان الخليط بتاعنا يبقى نفس الخليط التاني. هقلب، واول ما الكاكاو بتاعنا يختلط كويس جدا هنجيب الصينية بتاعتنا اللي بطناها بدقيق ودهنة من السمنة وعليها معلقتين من الدقيق. هنبتدي بقى نحط الخليط بتاعنا، وده حسب ما حضراتكم عايزين. يعني ممكن تحطوا نص ابيض، وبعد كده ترجعوا تضيفوا عليه النص التاني اللي هو بالكاكاو، وممكن تحطوا زي ما انا حطيت كده. يعني التشكيل ده حسب ما حضراتكم عايزين. هنبتدي نحط الخليط كده يعني حوالي نص ونص بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. واي طريقة هنحط بيها الخليط بتاعنا هتدينا نتيجة حلوة جدا، وهيدينا شكل جميل. بعد ما الكيك بتاعنا يستوي هيبقى شكله جميل جدا من جوه. هبتدي احط زي ما حضراتكم شايفين كده، وهوزع الخليط. يعني هحاول ان انا احط يعني طبقة او طبقة على قد ما اقدر. هنحط طبقة او طبقة بالشكل ده. دي برضو هتتوزع وسهلة جدا، وهتدينا برضو شكل حلو جدا للكيك بتاعنا. حطيت طبقة من الخليط الابيض، وبعدين هنحط طبقة من الخليط بتاع الكاكاو بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، لغاية ما الخليط بتاعنا كله يخلص. ما تنسوش وانتوا بتتفرجوا على الطريقة تعملوا الاشتراك ولايك.
بصوا انا خلصت الخليط اللي هو بالكاكاو كله. هنزل طبعا الخليط كله، وبعد كده بقى خلاص كده انا خلصت الخليط كله. هبتدي بقى اجيب كده اي خلة موجودة وابتدي اعملها بالشكل ده عشان يديني شكل حلو من جوه، وكمان علشان لو في فراغات في الكيك بتاعنا تخرج وتبقى المسام بتاعة الكيكة بتاعتنا تكون ناعمة وجميلة. هدخلها الفرن على حوالي 45 دقيقة. بصوا بعد ما دخلتها الفرن وقعدت بالظبط 45 دقيقة على الرف اللي في النص على درجة حرارة 180، طلعت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، واختبرتها كويس بالخلة وطلعت مستوية وجميلة جدا. هسيبها تهدى شوية وبعد كده نقطعها ونشوفها مع بعض. الطريقة دي جميلة جدا وطعم الكيك بتاعنا حلو جدا والأولاد بيحبوه جدا طبعا، عشان الأولاد بيحبوا الحاجات اللي فيها طعم الشوكولاتة أو كأنها معمولة بالشوكولاتة يعني. بصوا بعد ما قطعتها، بصوا ما شاء الله القطعة بتاعتنا عاملة ازاي، هشة وجميلة جدا ومستوية ومرتفعة وطرية وطعمها خطير. يعني طعمها جميل جدا، يعني هي مش هشة مثلا او طرية بس، لا وكمان طعمها حلو جدا. الكاكاو الخام اللي احنا ضفناه في الخليط بيدي طعم حلو جدا للكيك بتاعنا. لو هو كمان كاكاو خام ونوع كويس هيديكي طعم حلو جدا في الكيك بتاعك. بصوا الكيك بتاعنا وجماله حلو جدا جدا، يا ريت تجربوا وان شاء الله لما تجربوا هيعجبكم، وطريقة سهلة وبسيطة جدا. بصوا الجمال، بصوا الكيكة من جوه حلوة جدا وشكلها جميل وشكلها حلو جدا، والاولاد بيحبوا الكيكات اللي من النوع ده، وان شاء الله لما تجربوها تعجبكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك، والسلام عليكم ورحمة الله.